ماتش المغرب بقى مش هينفع نتكلم ونقول التاريخ زي ما عملنا في ماتش الكوت ديفوار، اصل احنا تاريخنا مشرف قصاد المغرب. وما اقولكش بقى على اداء الجيل ده بالذات من منتخب المغرب، مش محتاج اتكلم واقول اكتر من انك تبص على اداء المنتخب ده في نفس 2022 في كاس العالم قطر. يعني تاريخ صعب ولاعيبه قصاد لعيبه برضه صعبه. بس يلا بينا، اصل قلت لك ايه، احنا منتخب مصر يا باشا. كيروش قرر يعتمد على ايمن اشرف في نص الملعب عشان يميل ناحيه خطر بيتواجد فيها ظهير مفيش اخطر منه، اشرف حكيمي. لك ان تتخيل ان كيليان امبابي لسه منزل عنه تويت ويقول ان حكيمي هو افضل باك يمين شافه في حياته، بس احنا اعتمدنا على ايمن اشرف اللي بيلبسنا ضربة جزاء في اول الماتش وبيصعب الامور علينا اكتر واكتر. هنعمل ايه دلوقتي؟ يا طب محمد عبد المنعم تتصد وترجع لصلاح وما يسميش عليها، ومن بعدها بنشوف منتخب مصر هو اللي مسيطر، حتى لو الباك اليمين بتاعهم حكيمي اللي بيلعب مع ميسي ونيمار ومبابي، حكيمي اللي من ناشئين ريال مدريد. يا باشا انا مش باقي على الدنيا، انا معايا فتوح ابن من ابناء السلام.